السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع، ولا أريد الإطالة، لكن في الدنيا بلاء، وسبحان الله نسأل الله أن يتقبل. طارق المخياس وتلم عليه صعلوق مكة. أن تكون فاسدا أو أن تكون فحاشا أو أن يكون لسانك سيء الألفاظ، فهذه في الدنيا وفي المنطق مقبولة، ولكن أن تجعل كتاب الله وأن تجعل سنة نبيه وسيرته العطرة تبريرا لفسقك وفسادك، فهذه المصيبة. الله المستعان. صعلوق مكة اسمه ياسر منو كده الشريف، عمره 57 سنة، وما بيستحي وما ناظر لآخرته لعله، وبيتبجح وبقول أنا من مكة. يعني شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مكة فيها أبا جهل، وفيها من طرد النبي، وفيها قتلة الصحابة، وفيها أبا لهب، وفيها أبا سلول، وفيها الأسود العنزي، وفيها مسيلم الكذاب. بيستند بكتاب الله، وشوف من جهله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب سلمنا جدلا لكلامك وفسرنا الآية حرفيا. هل أميرنا وولي أمرنا وقائدنا وقرة عيننا وأنعم به من أمير وولي أمر سب طارق المخياس؟ ألا تتق الله وتزعم وتقول مرسله هذا مبرر أرسله؟ ألا تتق الله؟ وقوله جل جلاله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، التي استندت بها لتبرير فسوق وفجور طارق المخياس، هل هذا موضوعها؟ أول شيء ارجع لتفسير البقوي، ويا حسرتك يا لعارك عايش في مهبط الوحي ولا تدري من كتاب الله إلا حروفه. ارجع لتفسير ابن كثير وتفسير البغوي في هذه الآية، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يا جاهل، بمعنى أن يذهب ويشتكي ويقول للقاضي أو المسؤول أو الحاكم بأن فلانا هذا ظلمني وشتمني أو قال كذا، وليس كما قال ربنا ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إلا من ظلم. هنا تختلف. أرجع لتفسير البغوي في هذه الآية. يا جاهل، والله يا لعارك، ساكن في مهبط الوحي ولا تعلم من كتاب الله إلا حروفه. ما قرأت تفسير وبتقول عمري 57 سنة وأنا من مكة؟ هشنا يعني أنا ما عاوز أطيل وللعلم، لأن سيدنا عمر قال اجعل لأخيك 70 عذرا. طيب نديك العذر بأن قد وصلك أن طارق المخياس قد شطم عرضه أو أسيء إليه، نديك عذرك في هذه النقطة. Thank you.
اديناك عذرك في هذه. اعلم أن طارق المخياس هو من بدأ بتعريض وبشتم وبسوء الحديث إلى أسياده. اعلم هذا تماما. وهو والله أنا أجزم وأقول وأعيد وأقول ما هو برجال. لو ما عارف أعرف الحاجة دي. وهو الآن شكله صار خلاص الأمور بدت شوية كده. شيطان العرب قال له اسمع ترى خلاص لا تتكلم، حاول تظبط حالك، نحن نبي نظبط أمورنا مع جماعة هذول. عشان تعرف بذاءة هذاك أساسا، عشان تعرف بذاءته. ترى ما هو بغالبنا ولا غالب أهل قطر أن يسبوا وأن يشتموا كان بن زايد ولا كان بن سلمان، ما هو غالب حد على فكرة. لكن أهل قطر كلهم والله تاج الرؤوس، احترام وأدب. وأثبتت هذه الأزمة وهذا الحصار نزاهة أهل قطر، ما غالبنا. أنت ما سبيت الشيخ تميم، وهو أنا دائما بقول المثل ده، المثل المصريين بيقول السفيه نبذ الباشا. لكن ما بضر شيء، نحن خليك من ده كله. لو انتوا بتفهموا ولا بتعقدوا الشيخ تميم ولا هي قطر اللي قتلت جمال خاشقجي ويتمت عياله، الشيخ تميم اللي فتح بارات في جدة، الشيخ تميم اللي جاب العاهرات وفتح هيئة الترفيح وسكر هيئة الأمر بالمعروف، الشيخ تميم وأهل قطر وأمراء قطر هم اللي حاربوا اليمن. تبا لحميتكم الجاهلية. أنتم مسلمين، أنتم مسلمين، وحق ديننا ورسولنا وأمتنا أن ندعو لكم. قال أبو بكر الصديق خير الناس من دعا للمدبر وأعان المحسن وفرح بالتائب واستغفر للمذنب. نسأل الله أن يجعلنا من خير الناس. لكن ارجع، وأنا بعيد يا اللي ما سمع المقطع، أنا بنزل لكم المقطع عشان تشوفوه. كلام ومستند به طارق المخياس عامله كأنه خلاص هذه بالنسبة لي مبرر لما أفعل من سوء. شوفوا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخي الأصغر طارق المخياس، الله يحفظك ويوفقك، النجم اللامع، النجم البراق، ما شاء الله عليك، الله يوفقك ويسعدك دنيا وآخرة وينصرك دنيا وآخرة إن شاء الله. أولا أخي الحبيب، أنا اطلعت على مقطعك الأخير، الله يوفقك، يعني استشهادك بالآية وإذ قال إبراهيم ربي أرني أنظر إليك، هذه قول موسى عليه السلام، وأما هذا قول إبراهيم. أما ما قاله إبراهيم في سورة البقرة في الجزء الثالث، إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا ما هي مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. أما الأمر الثاني، الله يحفظك، فأنا طلعت المقطع وطلعت على ولاحظت في وجهك حقيقة يعني التأثر لما تأتيك الإهانة أو الخطأ من تظنه قريب. غفر الله له، وأنا فهمتك أنت تقصد من، ولكن أنا أعطيك آيتين تستند عليها في الرد على من يرد عليك ويقول لك لا ما تتكلم في العرض. لا يا أخي الحبيب، لا يا أخي. الصحيح الله سبحانه وتعالى يقول من فوق 7 سماوات في سورة البقرة برضو، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه في الجزء الأول في نهاية الجزء الأول من سورة البقرة. طيب، ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فأنت لم تجهر بالسوء في وجه أحد ولم تتكلم في عرض أحد، إنما ردت عن عرضك الذي كنت تتكلم فيه السافل الذي أرسله تميم السافل مثله. هؤلاء قوم السفلة،
سفهة لا بد أن يرد عليهم، ولا بد أن يؤخذ منهم الحق، وإلا ما نزل القرآن موافق لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 10 مواضع. وفي معركة بدر عندما اختلف الصحابة مع عمر بن الخطاب قال نرى أن تقطع أعناق المشركين، فكان رأي أبو بكر خلاف النبي عليه السلام أخذ بالرأي اللين، فنزلت الآية معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ليس من شدة وليس من قسوة، إنما هو الإرداد الحق. ولا ننسى حلف الفضول الذي قام على أساس رد الحق ورد الظلم عن المظلوم. أنت ظلمت وتكلم